لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق مزايا وعيوب. تكية تطبيق لتوصيل الطعام. تكية هتقدر عن طريقه حمله 100,000 مستخدم، تاخد أكل من السوبر ماركت، تاكل أكل من المطعم، تطلب أوردر وتستلمه من الفرع، تطلب أوردر ويجيلك لحد البيت بخصم 50%. تقدر تدفع كاش، تقدر تدفع بالفيزا أو الماستر كارد بتاعتك، مفيش أي مشكلة. انت كده كمان بتقدر تتابع الاوردر بتاعك وصل لفين في الطريق. كل اللي عليك انك تعمل حساب على التطبيق، وبعد كده بيعرض لك بعد ما ياخد اللوكيشن بتاعك الاماكن المتاحة. طبعا تكية لسه بادئ جديد مش زي طلبات مثلا، فتلاقي الاماكن المتعاقد معاها قليلة جدا مش كتيرة. طبعا لان التطبيق لسه في بدايته ومش كل الاماكن هيبقى مغطية. هو دلوقتي شغال في القاهرة والجيزة واسكندرية. هتقدر عن طريق التطبيق ده تطلب الطلبات اللي انت عايزها. ممكن تلاقي النهارده سوبر ماركت بتاعت اولاد رجب مثلا في منطقتك متعاقده مع تكية وتاخد منها حاجات. بكره ممكن تلاقي في مشكله حصلت ما بين الاتنين وانفصلوا، اولاد رجب مبقاش موجود على التطبيق. يعني التطبيق لسه في بدايته، اللي عايز يصبر عليه وياخد خصم 50% على طلباته بدون حد ادنى وبدون حد اقصى يقدر يحمل التطبيق ويجرب. طبعا لما تجرب هتعرف اذا كنت انت مثلا متغطي في اماكن بتاعتك فتخلي التطبيق على تليفونك، او مش متغطي فتشيل التليفون، تشيل التطبيق من على تليفونك. لما كنتش تعرف التطبيق وعرفته من خلالي، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن لو حبيت تحمل التطبيق.